يا مساء الرعب على أحلى إخوات في الدنيا. أنا أحمد، والحكاية دي حصلت من شهر بالظبط. كنت قاعد في شقتي في القاهرة بعد يوم شغل طويل جدا، وفجأة تليفوني رن برقم غريب، رقم مش مألوف مكون من أرقام كتير كأنه خط أرضي. وأول ما فتحت الخط ورديت سمعت صوت هوا شديد جدا، كأن اللي بيكلمني ده واقف في صحراء أو فوق جبل مثلا. المهم قلت ألو، مين معايا؟ في الأول ما كانش فيه رد، بس بعد كام ثانية كده سمعت صوت كان واطي قوي ومبحوح، بس لما ركزت في الصوت عرفته كان صوت صاحبي الأنتيم خالد. وخالد ده اتقطعت أخباره عني وعن شلتنا كلها من حوالي 3 سنين، بعد ما ساب القاهرة كده فجأة من غير أي مقدمات، ورجع عاش في قريتهم اللي في أطراف الصعيد، ما كانش قايل لنا اسمها إيه بالتحديد. المهم لقيته بيقول لي: أيوة يا أحمد، أنا فرح الخميس الجاي وعاملين ليلة كبيرة جدا، لازم تيجي، انت الامل الوحيد عشان الفرح ده يكمل. وانا من فرحتي من ان هو هيتجوز ما اهتمتش قوي بطريقة كلامه، وسألته على اسم البلد، قال لي اسم غريب جدا، وقال لي انا هبعت لك اللوكيشن في رسالة، واهم حاجة ما تتأخرش، لازم تيجي قبل ما الليل يكتمل. وقبل ما اسأله عن اي تفاصيل تانية الخط قطع. حاولت اتصل تاني، لقيت الرقم غير موجود بالخدمة، بس ما خدتش في بالي وقلت يمكن تكون شبكة ولا حاجة. ويوم الخميس جهزت نفسي وركبت عربيتي واتحركت على العصر بالظبط. واللوكيشن اللي كان بعتهولي في الرسالة كان غريب جدا، كنت كل ما أقرب من المكان الجي بي اس يبدأ يخرف ويغير المسارات، وبعد شوية لقيت الشبكة ضعفت واختفت تماما. وقتها أنا كنت خرجت من الطريق السريع وكنت بدخل في طرق تانية فرعية وسط غيطان ذرة كانت طويلة جدا. الساعة وقتها كانت 7 بالليل، بس الدنيا حواليا كانت سودة أكننا في نص الليل، والجو بره العربية كان ساقع جدا رغم إننا المفروض في الصيف. المهم فضلت ماشي بالعربية في طريق كان تراب وضيق جدا ومكسر، بس كنت حاسس وأنا ماشي إن في عيون كتير بتراقبني في وسط غيطان الذرة دي. وفجأة لقيت العربية بدأت تنتش، والموتور كان بيطلع صوت كركرة قوية جدا، وفجأة لقيت العربية بطلت، حتى النور بتاع العربية اتطفى. حاولت أدورها مرة واتنين وتلاتة بس ما كانش فيه أي فايدة. نزلت من العربية وأنا برتعش من البرد والخوف، وشغلت كشاف تليفوني عشان أشوف أنا فين أصلا. وبعد كام متر كده شفت خشبة مغروسة في الطينة، وجيت الكشاف عليها بسرعة، لقيت مكتوب عليها بخط باهت كده ولونه أحمر: قرية كفر الحصاد، وتحتيها عتبة الموت. وقتها أنا وقفت مكاني من الصدمة كده، وبطني وجعتني الصراحة من الخوف، وقعدت أنده بأعلى صوتي كده: يا أهل القرية، في حد هنا؟ أنا عربيتي عطلانة. بس ما كانش فيه أي رد. وفجأة من بعيد وفي وسط الضلمة الكحل اللي جاية من ورا اليافطة شفت أنوار ضعيفة وباهتة بتتحرك باتجاهي بالراحة جدا. وبعد كام ثانية كده الخيالات دي بدأت توضح، كانوا 4 رجالة لابسين جلاليب سودا وعمامات مغطية نص وشهم، قربوا مني وقفوا على بعد خطوتين مثلا، والأنوار اللي كانت معاهم دي كانت أنوار فوانيس، اللي هو فانوس الجاز بتاع زمان. أنا سألتهم وأنا بحاول أداري رعب كده وقلت لهم: مساء الخير يا جماعة، أنا صاحبي خالد الحلواني وفرحه النهاردة في القرية هنا، أنا ماشي صح ولا أنا ضليت الطريق؟ بس الغريب إن محدش فيهم رد عليا خالص. وشوشهم اللي كانت ظاهرة من ضوء الفوانيس دي كانت وشوش جامدة قوي، وبشرتهم كانت لونها رمادي كأنهم تماثيل شمع، وعيونهم كانت واسعة ومبرقة وما كانوش بيرمشوا نهائي. المهم لقيت واحد فيهم رفع ايده وشاور لي بصباعه على الطريق ضيق جدا ورا اليافطة اللي انا كنت لسه شايفها، ولقيته بيقول لي بصوت خشن جدا: خالد مستنيك جوه، الفرح هيبدأ والوليمة جاهزة للي هيدخل العتبة. وبعديها لقيتهم لفوا ومشوا قدامي، والغريب ان انا زي المسحور لقيت نفسي ماشي وراهم. وانا ماشي ورا ال4 رجالة دول كنت حاسس الارض اللي انا ماشي عليها بتشدني لتحت ومش عايزاني اكمل. وكل ما ادخل جوه كفر الحصاد ده كل ما احس ان المكان مهجور من سنين، البيوت كلها ما فيهاش ولا لمبة واحدة منورة، وما فيش ولا صوت تلفزيون طالع من البيت ولا صوت عيال صغيرة بتلعب حتى. ما كنتش سامع غير صوت هدوء بس، والنور الوحيد اللي كان باين في البلد دي كان جاي من آخر الشارع. كان صوان فرح ضخم جدا في ساحة واسعة قوي في نص القرية. وأول ما قربت من الصوان ده الأجواء اللي جواه ما كانتش أجواء فرح نهائي،
كانت أجواء شبه العزا، أو بالأدق شبه طقس غريب جدًا مالوش دعوة بالبشر. والصوان ده كان مبني من قماش لونه أسود داكن أوي، مش اللي هو الصوان بتاع الأفراح اللي إحنا عارفينه. والأنوار اللي كانت منوّرة كانت عبارة عن لمبات كلّها لونها أحمر وضوءها خفيف أوي، وكانت كل اللمبات اللي موجودة قاعدة بترعش. المهم دخلت من بوابة الصوان، الصوان كان مليان كراسي خشب وقاعد عليها أكتر من 1000 شخص مثلًا، بس الغريب إن ما كانش فيهم حد مثلًا بيتكلم ولا حد بيضحك ولا حد باصص للي جنبه، كلّهم كانوا قاعدين في صمت تام ولابسين كلّهم جلاليب سودا. وكانوا كلّهم باصين في الأرض بشكل غريب. وأول ما رجلي عتّبت جوّه الصوان كلّهم لفّوا في نفس الثانية وبصّوا عليّا. الحركة كانت جماعية وسريعة جدًا، وعينيهم كلّها كانت مبرّقة وتحسّها ما فيهاش أي حياة. أنا نظرتهم فعلًا رعبتني جدًا. وفجأة ظهر شخص لابس بدلة لونها أسود ووشه أبيض كأنه ما فيهوش نقطة دم، وحوالين عينه كانت كلّها سودا. وللأسف ده كان صاحبي خالد. لقيته بيقرّب منّي وبيبُص لي وهو مبتسم ونظرته كانت باهتة أوي ما فيهاش أي حياة. ولقيته قرّب عليّا جامد وحضنّي، وأول ما جسمه لمس جسمي حسّيت إن أنا اتكهربت. وكان جسمه بارد جدًا، برودة مش طبيعية لأي بني آدم. المهم لقيته سحب نَفْسه وطبطب على كتفي وقال لي: "نوّرت كفر الحصاد يا صاحبي." أنا قُلت لهم: "ما فيش حاجة هتبدأ من غير ما صاحبي ييجي، أنت جيت في وقتك بالضبط والوليمة بتتحضّر حالًا." وقتها أنا مسكته من إيده اللي زي التلج دي وقُلت له وأنا مرعوب: "يا خالد هو في إيه؟ الناس دي مالها شكلها غريب أوي وبتبُص لي كده ليه؟ والبلد دي مالها ضلمة كلّها؟ يالّا يا خالد ناخد عروستك ونمشي من هنا، أنا مش مستريّح نهائي." خالد بَص لي وضحك ضحكة باهتة كده وقال لي: "نمشي نروح فين يا صاحبي؟ ده بيتي ودول عيلتي، والعروسة يا صاحبي مستنياك جوه في ساحة الطعام، تعالى معايا عشان نقعد على ترابيزة العشا الكبيرة." وبدأ يشدني من إيدي من وسط الناس، وعيون الناس دي كلها كانت بتتحرك ومتابعاني في كل خطوة أنا بمشيها. وأول ما وصلنا خالد قعدني على ترابيزة كبيرة جدا وبعدين سابني وقال لي: "أنا رايح أجيب العروسة." وبعديها لقيت ستات كتير جايين بصواني أكل ويحطوها على الترابيزات عشان الناس تاكل. بس الأكل اللي كان في الصواني ما كانش طبيعي، كان عبارة عن لحوم لونها داكن أوي وبتنقّط كلّها نقط لونها أحمر وريحتها وحشة جدًا، كأن اللحمة دي وصلت خلاص لمرحلة التحلُّل والعفن، وريحتها حرفيًا كانت مخلّياني إن أنا عايز أرجّع. المهم بصّيت على الناس اللي معايا على الترابيزة عشان أشوف تصرُّفاتهم عاملة إزاي. الست اللي كانت قاعدة في الترابيزة قدّامي لقيتها رفعت راسها وبصّت لي، عينيها كانت بيضة بالكامل ما فيهاش نِنّي. بعديها لقيتها مسكت حتة لحمة من قدامنا بإيديها وضوافرها كانت طويلة وسودا جدًا، وبدأت تاكل في اللحمة وهي قاعدة بتنقّط دم، والدم كان قاعد بيسيل على بُقّها وعلى شفايفها، وأسنانها كانت مدببة أوي وحادة شبه سنان الكلاب. والراجل اللي كان قاعد جنبها كان بياخد العضم من حتت اللحمة وقاعد ياكل فيه، كان قاعد بيكسّر العضم بسنانه وبيمضغه. ولقيته بَص لي وهو قاعد يمسح بُقّه بلسانه، ولسانه كان شكله طويل جدًا، تحسّه إن هو شبه لسان التعبان. أنا في اللحظة دي خلاص عرفت إن دول أكيد مش بشر زينا، وإن كفر الحصاد ده أكيد مش قرية طبيعية. فقمت بسرعة من على الترابيزة ورجعت لورا ولقيت نفسي بعلي صوتي وبقول: "أنا ماشي، أنا مش عايز أقعد هنا." في اللحظة دي سمعت صوت زغاريط في الصوان كله، كانت صوتها عالي جدا يوجع الودن. في اللحظة دي ظهر خالد من آخر الصوان وماسك إيد عروسته اللي وشها كله كان متغطي، كان متغطي بطرحة سودا. لقيته بيبص لي وبيقول لي بنظرة حادة جدا: "مفيش خروج بره العتبة يا صاحبي، الوليمة دي معمولة عشانك انت، وانت القربان اللي العهد مستنيه." وفجأة لقيت الأنوار كلها اللي موجودة اتطفت والصوان كله اتقلب لضلمة كحل. أنا وقتها فضلت واقف مكاني مش قادر أتحرك خطوة واحدة، وكنت سامع حواليا صوت خربشة وحركة سريعة جدا على الأرض، كأن في ناس كتير قاعدة بتزحف حواليا. أنا وقتها حاولت أطلع تليفوني من جيبي عشان أنور الكشاف، بس قبل ما إيدي تلمسه اشتغلت مشاعل نار شكلها قديم جدا كلها متثبتة على الخشب بتاع الصوان. والنار دي كان لونها أحمر غامق قوي وطالع منها دخان أسود تقيل جدا وريحته كانت قوية جدا وتخنق.
أنا في اللحظة دي شُفت كل المعازيم واقفين حواليّا في حلقة وأنا في نُصّهم، وقاعدين يتمايلوا يمين وشمال وهُم بيرددوا جملة واحدة بصوت قوي جدًا، كانوا بيقولوا العهد، العهد، العهد. وفي وسط الدايرة دي ظهر خالد ومعاه عروسته، وكان جنبهم راجل عجوز جدًا لابس عباية حمرا ودقنه بيضة وطويلة جدًا، وكانت عينيه كلّها سودا ما فيهاش نقطة بيضا، والشخص ده كان الدجال خادم العهد. والدجال ده قرب مني وكان شايل في ايده كتاب قديم جدا، وكان غلافه جلد شبه جلد البني ادمين. المهم الدجال ده فتح الكتاب وبعدها بدأ يقرأ على طول بصوت غريب جدا. كان الكلام اللي بيقوله ده حروفه متقطعة ومش مفهومة، بس صوته كان قوي جدا لدرجة ان المكان كله كان قاعد بيتهز. انا في اللحظة دي بصيت لخالد وانا بعيط من كتر الرعب وقلت له يا خالد ايه اللي بيحصل ده؟ انا صاحبك، انا جيت الفرح عشانك، خليني امشي يا خالد من هنا. الغريب ان خالد لقيته بيبص في الارض وقاعد بيعيط، ولقيته بيقول لي سامحني يا صاحبي، ما كانش قدامي اي حل تاني. انا لما سبت القاهرة جيت عشان كان في دهب تحت بيتي، وعشان اعرف اخد الدهب ده اتطلب مني دم بني ادم من بره نسل القرية، وده الحل الوحيد عشان اعرف اخد الدهب. وانت القربان يا صاحبي، انت اللي هتدفع التمن عشان اعرف اخد الدهب. واول ما خالد خلص كلامه ده لقيت الدجال ده شاور المعازيم كلهم عليا. في اللحظه دي كلهم هجموا عليا كانهم حيوانات مفترسه، ايادي كتير جدا مسكتني وضوافرهم كلها غرزت في لحمي. حاولت اقاوم واضرب واحد واتنين بس ما كانش فيه فايده، ووقعوني على الارض وسحلوني وهم قاعدين بيضحكوا ويزغرطوا بصوت مرعب لحد ما وصلوا لعمود ضخم في نص الصوان وربطوني بحبل في العمود. وأول ما خلصوا لقيتهم بعدوا، والدجال ده قرب عليا وكان ماسك في ايده خنجر، والخنجر ده كان مصدي ومرسوم عليه رموز غريبة. لقيت الدجال ده واقف قدامي وبصلي في عيني ورفع الخنجر لفوق وهو بيبصلي وبيبتسم ابتسامة مرعبة، وقاعد يقول كلام غريب جدا. وبعدين قرب الخنجر ده عند كتفي وغرزه ببطء جدا جوه لحمي. انا دمي وقتها كان قاعد بيسيل وانا شايفه قدامي ومش عارف اعمل ايه. وبعديها رفع راسه لفوق ولقيته بيقول اقبل القرين يا صاحب الذهب. الدم سال والعتبة فتحت، واللي فهمته ان بعد الطعنة اللي اتضربت في كتفي دي ان المفروض الدجال يفكني ويقدمني قربان لخالد وينزلني على ركبتي وخالد يذبحني علشان العهد يكمل. وفعلا اول ما عمل كده وفكني انا لقيت نفسي بزق وبطلع اجري. والغريب بقى ان ولا واحد فيهم اتحرك ورايا، كلهم كانوا ثابتين وبيبصوا لي وقاعدين بيبتسموا نفس الابتسامة المرعبة. ومش سامع ورايا غير صوت خالد وهو بيقول لي العهد لازم يكمل، ارجع يا احمد. وانا طبعا قاعد اجري في شوارع القرية، بس كان المنظر مرعب اكتر من الصوان اللي انا كنت فيه. كنت كل ما اجري في شارع الاقي ابواب البيوت القديمة اللي موجودة دي كلها بيتفتح والشبابيك كلها بتتفتح ويخرج منهم ناس وشوشهم كلها مش طبيعية، وشوش ناس ميتة حرفيا، وكلهم قاعدين يبصوا عليا. وفجأة لقيت كل الناس اللي في البيوت دول كلهم حرفيا طلعوا يجروا ورايا، وانا طبعا كنت قاعد اجري باقصى حاجة عندي لحد ما لقيت اليافطة اللي كانت جنب العربية بتاعتي. واول ما شفت عربيتي جريت وفتحت الباب على طول ودخلت جواها وقفلتها بالترباس. وقتها انا كان ايدي بترتعش وانا قاعد احط المفتاح في الكونتاكت وبحاول ادورها. والغريب ان العربية دارت من اول مرة، مع اني كنت في الاول بحاول ادور فيها. لما جيت في الاول ما كانتش راضيه تدور. المهم شغلت العربيه وطلعت اجري بسرعه، واول ما وصلت للطريق الزراعي حسيت ان العربيه في حد قاعد ورا. بصيت بسرعه في المرايه، انا اتجمدت مكاني. شفت في الكرسي اللي ورا حد قاعد لابس بدله عريس ووشه نصه سايح وعينه كلها بيضة. كان خالد هو اللي بالمنظر ده. وأول ما شفته لقيته بيبصلي ومبتسم وبيقول لي العهد لسه ما خلص. وبعد الجملة دي أنا آخر حاجة فاكرها صوت خبطة قوية جدا وبعدين ضلمة. وبعد 3 أيام فتحت عيني على ضوء أبيض قوي جدا وريحة مطهرات كتير وألم في كل حتة في جسمي، ولقيت نفسي نايم على سرير في مستشفى. وفي أول ساعة بعد ما فقت دخل لي ضابط شرطة وسألني على اللي حصل. وقتها أنا حكيت له على كل حاجة، من أول مكالمة التليفون لحد كفر الحصار وخالد والدجال اللي أنا شفته. بس الغريب إن أنا لقيته فضل ساكت شوية وبعدين قال لي هو أنت متأكد من اللي أنت بتقوله ده؟ قلت له أيوة طبعا أنا شفت الكلام ده بعيني.
لقيته هز راسه كده وقال لي: المكان اللي انت كنت فيه ما فيهوش اي قرية اصلا. انا في الاول افتكرته بيهزر معايا عشان يفكني من الضغطة اللي انا فيها دي، لكن لقيته كمل وقال لي: المنطقة دي ما فيهاش اي قرية فعلا، ولا اشخاص ولا اصوات ولا حتى الصوان. ده احنا لما رحنا عشان نشوف الحادثة ما كانش فيه حواليك اي فرح ولا اي صوت ولا اي حاجة. قلت له: ازاي انا كنت هناك اصلا؟ لقيته بيقول لي: المنطقة دي ما فيهاش غير مقابر لقرية مهجورة من زمان. وبعدين كمل وقال لي: اما بقى صاحب خالد ده فده مفقود من 3 سنين اصلا. انا في اللحظة دي الدنيا كلها بدأت تلف بيا. ازاي انا شفته وكلمته وقعدت معاه وكنت في القرية دي، وبعد حوالي شهر من التحقيقات قرروا اني مريض نفسي، وان كل اللي حكيته ده مجرد هلاوس نتيجة الحادثة اللي انا كنت فيها. وللأسف أهلي صدقوا ودخلوني المصحة، المكان اللي أنا موجود فيه دلوقتي. وطبعا لحد دلوقتي محدش مصدقني، مع إن علامة الخنجر اللي في كتفي لسه موجودة. كل ما أبص لها بفتكر اللي حصل وأعرف إنه كان حقيقي. لكن اللي حصل لي امبارح كان أول مرة يحصل لي. الساعة 3 بالليل زي كل ليلة النور قطع والجو كان برد جدا، وأول ما النور قطع سمعت صوت الزغاريت اللي كنت سامعها في الفرح، كان جاي من آخر الطرقة اللي قدامي. في اللحظة دي أنا قمت من على السرير ودخلت الحمام عشان أغسل وشي من الخضة اللي أنا فيها. وفوق الحوض ده كان فيه مراية. أول ما غسلت وشي وبصيت على المراية النور رجع على طول، لكن اللي كان واقف قدامي في المراية ما كانش أنا، كان خالد بشكل وشه اللي أنا شفته في العربية. كان واقف مكاني بالظبط. وبعدها لقيته رفع ايده وبيوريني كف ايده، وكف ايده كان فيه نفس العلامة اللي في كتفي بالظبط. ولقيته بيقول لي: الوليمة خلصت بس العهد لسه ما خلص. وفي اللحظة دي أنا لقيت نفسي ببتسم نفس ابتسامة خالد بالظبط غصب عني. أنا كنت بحاول وقتها أقاوم إن أنا ابتسم بس كانت مش بمزاجي. ومن يوميها وأنا مستني اليوم اللي هشوف فيه العهد تاني، لأن الحقيقة الأماكن اللي زي دي ما بتختفيش، هي بس بتستنى ضيفها الجاي. وبكده تكون خلصت قصتنا. لو عجبتك القصة متنساش اللايك والاشتراك والشير وتفعيل الجرس وتقولوا في الكومنتات. استودعكم الله أصدقائي. سلام يا زونو.